عسلامة عسلامة الناس الكل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، عملت بكم قصة. توا أنايا في نفطة، عندي تحضيرات عرس خويا. دونك باش نبدل شوية، نبعد شوية من جو الطب البيطري والحيوانات والأدوية. ونمشوا الأجواء نفطة وأجواء الأعراس والاحتفالات. وإن شاء الله يا ربي يفرحنا ويفرحكم ويفرح أمة محمد الناس الكل إن شاء الله. إن شاء الله أيامنا كلها أفراح يا ربي. أول التحضيرات عنا في سبرنا وفي عاداتنا وتقاليدنا، ومحلاها العادات والتقاليد. كي نبدو متشبثين بها. عنا هذية يطيبوها في نفطة اسمها الزريقة. الزريقة هذية كما تشوفوا، تنجم تقول نوع من الخبز، وتنجم تقول نوع من الكسكسي. طيب، يحضروها والطيب في الكوشة، ومبدئيا نحضروها تحضير، أما التطيب النهائي يصير بعد العرس. خاطر هي هذه الزريقة في سبرنا، في سبر الجريد. يفرقوها من أهل العريس، يعطوا منها لأهل العروسة الصباح متاع العرس، يعني بعد ما يوفى العرس صباح العروسة. هي بنينة بنينة ياسر. آه، كما قلت لكم يحضروا فيها لنا خالاتي ومرت خالي. حضروها هم، جو يعاونوا في يمه. وبعد هزوها للكوشة. وفي آخر تنوري لكم من بعد، كي تخرج من الكوشة كيفاش تجي. في شكل كل البودر كل كسكسي. وفي الآخر تتفور بالزيت والسكر، وتتاكل بالمغرفة. بنينة بنينة ياسر. اسمها الزريقة الحقيقة. أنا بحكم معناتها نسكن في قفصة، ما شفتهاش هذه العادات والتقاليد في قفصة. فما عنا في الجريد. آه، دونك التحضيرات تجي قبل العرس، والتطيب النهائي يجي في آخر العرس، يعني بعد ما يوفى العرس جملة، نهار تصبح العروسة كما قلت لكم. لهنايا حضروها وخلطوها. ما بديتش نصور فيها من الأول، هذاك علاش. لهنا يحضروا فيها باش هيك على ما أعتقد، راني أنا ما نعرفش نطيبها، هم خالاتي ومرت خالي هم اللي يعرفوا. هكاكا باش تشرب الماء، يشربوها الماء، يقصوها كيف ما هكاكا باش تشرب الماء، ويقولوا باش تجي حمرا شوي. الحصيل وهذه اسمها الزريقة. أكيد راو فيكم برشا ما يعرفوهاش، وتو نوريها لكم حتى للآخر، معناتها إن شاء الله نهار الصباح العرس. احنا اليوم مازلنا ما بديناش نورمالمون. نهار السبت يبدأ العقد متاعنا، ونهار الاثنين نكملوا السهرة. دونك نهار الثلاثة الصباح الطيب الزريقة. نهائيا معناتها نهار الثلاثة الصباح. لهنا يشربوا فيها في الماء. يعطيهم الصحة. لهنايا نتعاونوا ديما في العراس لقارب معناتها، ولا عندي خالاتي ومرت خالي يعطيهم الصحة، هم اللي الحقيقة عاونوا يوم قبل حتى ما نجي أنا من قفصة. ديما هم قايمين بالواجب بصراحة في مناسباتنا الكل. مش كان في عرس أمير خويا، في عرسنا، في عرس خويا الآخر الحصيل هو. معناتها لاقيينهم لقوة صحيحة خالاتي ونسخوالي. هذيك هي ديما اللمة باهية، والعراس تقوم كان على اللمة، وتقوم كان على العينة. خاطر العرس بصراحة يلزم كان العينة، كما تعرفوا واحد وحده ما ينجمش ويتهد. خاطر عرس تبارك الله ما ينجمش. حبيت نشارككم عرسنا وأفراحنا. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ديما أيامنا أفراح. وعندي هذه المرحلة اللي ما بعد الكوشة، يعني بعد ما هزوا البلاطوات للكوشة وجت هكاكا تصير، يشيحوها. وبعدها شفتوا كيفاش معروضة فوق سرير في هكاكا ملحفة.
يشيحوها بالباهي بالباهي، ومن بعدها تتحط في أسطلة، وما تخرجش كان نهار اللي قلت لكم، نهار الصباح متاع العروسة، يتفور بالجكروة هيك بالزيت والسكر، وبعدها يتاكل بالمغرفة. أما راهو بنين ما نحكي لكمش. وأبقوا معايا تفرجوا في بقية التحضيرات العرس. لهنايا انتقلنا التحضيرات متاع الخضرة والغلة متاع الفطور، اللي هو بقدرة ربي إن شاء الله يكون نهار الحد. عنا فطور معناتها نستدعوا فيه الأحباب والأصحاب والجيران والأقارب وحصلوا. هذا كان نهار معناتها متاع فطور بالذمة. بون هي ماهيش القضية الكل هنايا، اللي الطرف اللي شروه نهار السوق هاني صورته. هذه التحضيرات متاع الفطور، طماطم وحشاكم فلفل وبرتقان وخضرة لهنا بالطبيعة كما تعرفوا التحضيرات الكل متاع المناسبات هذية، من تسييق ومسحان ونفضان غباري، خاصة في الجريد راهو عندنا معروف طقسنا بالغبابير والكل، ودارنا كبيرة ودار عربي محلولة. لهنايا جو خالاتي وأنا ويما وخالاتي، صيقنا ونخرجنا البيوت و بيان سور بالتيو كما تشوفوا خرجت البيوت الكل، وعاونونا خالاتي بالباهي بالباهي، وعملنا حملة نظافة كما تعرفوا في كل مناسبة هكاك هذاك الحملات النظافة معناتها. دارنا كبيرة تبارك الله واسعة. الحصيلو تعاوننا عليها الكل في نهار واحد. الحق ما قسمناش القضية متاع حملة النظافة، ما قسمناهاش على برشا نهارات، عملنا في نهار واحد. آه، كهو هذاك النهير متاع التحضيرات. هذه بيت الفطور خرجتها خالتي هي ويما لهنايا، تعاونوا عليها. هذه الأجواء متاعنا متاع تحضيرات العرس، من القضية للزريقة إن شاء الله يا ربي تكملوا تشوفوا معايا بقية التحضيرات الكل حتى الآخر نهار في العرس. لهنايا هداية هزة البخور، قالت لي ماما صوريني.